هدف الموت الذي قتل صاحبه. الحياة لا تتوقف هنا، فبالرغم من صعوبة ما حدث فإننا يجب أن ننهض ونحاول مرة أخرى. نحن أمام خيارين لا ثالث لهم، إما أن نستسلم للغضب وما سيتبعه من أعمال عنف، وإما أن نتغلب على ما حدث ونبذل أقصى ما بوسعنا لتعويضه. رجاء حافظوا على الاحترام المتبادل والمشاعر الدافئة بينكم وبين اللاعبين. نراكم في بطولات أخرى لأن الحياة لا تقف هنا بالتأكيد. هكذا كان خطاب اللاعب أندريس اسكوبار الشعب الكولومبي بصحيفة بوغوتا بعد الخروج من كأس العالم عام 1994. اسكوبار ما كانش يعرف ان حياته فعلا هتتوقف بعد البطولة دي بسبب الهدف اللي سجله في نفسه. مين هو أندريس اسكوبار؟ أندريس اسكوبار هو مدافع منتخب كولومبيا ومدافع اتلتيكو ناسيونال، لاعب هادي ومنضبط ومحبوب من الجميع، حامل احلام جيل ذهبي في كولومبيا. سافروا للولايات المتحدة الأمريكية لتقديم افضل ما لديهم في مونديال 1994. بعد تألق ملفت في التصفيات انتهى بتلقي شباكهم هدفين فقط يوم 5 سبتمبر على ملعب في العاصمة الأرجنتينية بيونيس إيريس، والذي احتضن مواجهة المنتخب الأرجنتيني بقيادة مارادونا والمتوج بكأس العالم 86 ووصيفه في النسخة التالية عام 90 أمام كولومبيا. الأرجنتين أكبر من كولومبيا في كل شيء، سنفوز عليهم بلا أدنى شك. هكذا صرح مارادونا عقب الخسارة ذهابا من كولومبيا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1994، واثقا من إلحاق هزيمة قاسية برفاق صاحب الشعر الذهبي كارلوس فالديراما. ولأن كرة القدم تلعب داخل المستطيل الأخضر وليست بالتصريحات، تكبد المنتخب الأرجنتيني على أرضه ووسط جماهيره خسارة مذهلة بخماسية نظيفة، وسط صمت تام يخيم على مدرجات ممتلئة عن بكرة أبيها وذهول يشل راقصي التانجو داخل أرض الملعب. خروج الأسطورة البرازيلي بيليه عقب هذه المباراة مرشح للمنتخب الكولومبي للحصول على بطولة كأس العالم عام 1994 لتزداد طموحات الشعب الكولومبي الذي تسابق على مكاتب المراهنات للرهان على فوز منتخب بلاده باللقب العالمي الأول. المنتخب ينتصر ذهابا وإيابا على أقوى منتخبات العالم في ذلك التوقيت، وينهي التصفيات بالكامل مستقبلا هدفين فقط في شباكه، ويزين المبدع كارلوس فالديراما تشكيلة المنتخب المتناغم وقتها. ليخيل للجميع أن كولومبيا ستعود بالبطولة من الولايات المتحدة الأمريكية لا محالة. البداية كانت صادمة للمنتخب والشعب الكولومبي بخسارة المباراة الافتتاحية في دور المجموعات على يد رومانيا بثلاثية مقابل هدف واحد، لتنهال التهديدات من عاصمة كولومبيا على أعضاء المنتخب المتواجد في أمريكا توعد بالقتل في حال توديع البطولة والخسارة من المستضيف في الجولة الثانية. وجوه اللاعبين كانت مليئة بالرعب والخوف أثناء النزول إلى أرضية الملعب، لا يستطيع أحد التفوه بكلمة واحدة. هكذا وصف المدير الفني للمنتخب الكولومبي آنذاك حال فريقه قبل بداية مباراة الجولة الثانية. المنتخب الكولومبي يضغط بكل قوة ويسجل هدف تقدم، أصبح مسألة وقت ليس إلا. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وتكوي النيران الصديقة بأقدام أندريس اسكوبار شباك المنتخب الكولومبي بهدف عكسي يزيد الأمور صعوبة وتعقيد. انتهت المباراة بكابوس مفزع على لاعبي وشعب كولومبيا وخسارة المنتخب بثنائية مقابل هدف وحيد، ليودع رفاق فالديراما البطولة من الباب الضيق، ويخرج العديد من لاعبي المنتخب الكولومبي معلنين اعتزالهم اللعب دوليا نهائيا. عاد لاعبو المنتخب الكولومبي إلى أرض الوطن مع استقبال حاد وهجوم عنيف وصل إلى حد التهديد بالقتل، ليلتزم جميعهم بمنازلهم هاربين من مواجهة الجماهير ومحافظين على حياتهم وحياة أهلهم. لكن اسكوبار رفض ذلك وحاول مواجهة الجماهير الغاضبة. صرح اسكوبار لصحيفة بوغوتا موجها حديثه للجماهير: الحياة لابد أن تستمر، لا يمكن أن تتوقف الحياة بالكامل عن بطولات أو مباراة. يجب أن ننهض ونحاول مرة أخرى ولا نستسلم للغضب ليدمر حياتنا. دعونا نتكاتف ونحاول مرة أخرى. كلمات ظن اسكوبار أنها ستكون كافية لإخماد نيران الغضب في كولومبيا وستدفع الجماهير المستشيطة إلى الاستمرار في دعم اللاعبين، ولكن هذا لم يحدث وظل الغضب يعمي الجميع. اسكوبار رفض الاختفاء في بيته وأصر على مواجهة الواقع في محاولة للتحدث مع الجماهير الغاضبة وتخفيف الأمر. يقرر النزول إلى الشارع ويتواصل مع زميله من المنتخب هيريرا للخروج إلى أحد المقاهي في العاصمة الكولومبية، لكن هيريرا رفض واصفا طلبه بالجنون بظل هذا الغضب العارم. خرج اسكوبار في تلك الليلة إلى إحدى الحانات في مدينة ميدلين من شمال غرب كولومبيا. هناك واجهه بعض الجماهير التي ألقت عليه بعض اللوم، فبدأ أندريس في النقاش معه وتوضيح أن تلك هي كرة القدم وأنه لم يكن متعمدا للخسارة هو أو أي من زملائه. لم تكن النقاشات تتسم بالعنف أو الخشونة، حتى ظهر 4 أشخاص بدأوا في توجيه الشتائم والسخرية لاسكوبار بسبب هدفه العكسي في كأس العالم. احتد الأمر حتى اضطر اسكوبار إلى مغادرة المكان والتوجه إلى سيارته. تتبعها الرباعي إلى ساحة انتظار السيارات واستمروا في توجيه السباب والشتائم له، حتى استعد اسكوبار لينطلق بسيارته، فقام أحد بتصويب مسدسه نحو المدافع الكولومبي وإطلاق النار. 6 رصاصات استقرت في جسد اسكوبار أودت بحياته في أقل من نص ساعة، لترسم واحدة من أكثر لوحات المونديال حزنا وقسوة على لاعبي كرة القدم. تحقيقات الشرطة الكولومبية
كولومبيا أثبتت أن الأخوين بيدرو وخوان غالون، وهما من أبرز تجار المخدرات في كولومبيا، متورطان في حادثة مقتل اسكوبار، لكن رشوة بقيمة 3 ملايين دولار كانت كافية لتوجيه الاتهام إلى شخص آخر، وهو همبروتو كاسترو مونيوز الذي اعترف بقتل اسكوبار وحكم عليه بالسجن 43 عاما ليتم الإفراج عنه بعد 11 عاما فقط بسبب حسن السير والسلوك. وادعى أكثر من 100,000 كولومبي جثمان اسكوبار داخل ملعب كرة السلة في ميديلين، لكن البعض يرى أن عملية قتله لم يكن مخططا له، وأن خطأ المدافع الكولومبي تمثل في الدخول بشجار غير مبرر مع تجار المخدرات. لكن أبرز ما في الأمر أن الراحل اسكوبار كان يؤمن بأن الرياضة ستساعد كولومبيا على نبذ العنف والدمار خلال البلاد، مما يجعله بحاجة ماسة إلى تقديم أفضل ما لديه من خلالها. اسكوبار وعلى لسان صديقه الدبلوماسي سيزار كان يرى في كرة القدم حياة ومدرسة لتعليم القيم والتسامح ولتقبل الفوز والخسارة. كان يرى كرة القدم بمثابة فرصة وحيدة لتوحيد كولومبيا، وظل اسكوبار مؤمنا بمعتقدات حتى أضحت كرة القدم سببا في مقتله. وبالرغم من عدم حب أندريس اقتران اسمه ببابلو، بأن الفيلم الوثائقي الأبرز الذي تناول قصة حياة أندريس اسكوبار وأجواء كرة القدم في كولومبيا والذي أنتجته شبكة ESPN عمل ذا تو اسكوبارز. رحل اسكوبار عن عالمه بسبب الجهل والتعصب ليتحول معه الحلم الكولومبي في تحقيق النجمة الذهبية الأولى في التاريخ إلى كابوس مفزع كرويا بمقتل اللاعب بسبب هدف في مباراة. تكتب قصة حزينة تشير داخل سطورها على أكبر فاجعة كروية حدثت للاعب في تاريخ كرة القدم، قصة الهدف الذي قتل صاحبه، قصة اللاعب أندرياس اسكوبار.